أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. كبت المشاعر بيولد أمراض نفسية معظمنا عايش فيها للأسف. كم مرة كنت هتقعد تشرح الموضوع وبعدين مسحت اللي كتبته وكتبت انت حر؟ كم مرة كنت هتحكي اللي وجعك وتراجعت وكتبت الحمد لله بخير؟ كم مرة كنت هتلوم على حد وبعدين كتبت لا خلاص مفيش حاجة؟ كم مرة كنت هتخالف في الرأي وبعدين كتبت انت صح؟ كم مرة حطيت ايموشن بيضحك وانت وشك ساكن؟ كم مرة اتسألت فينك وقلت موجود وانت تايه؟ كم مرة اتقالك يبقى طمنا عليك وبدل ما تقول انا مش كويس قلت حاضر؟ كم مرة قلت خلينا نشوفك وانت مش طايق تشوف حد؟ كم مرة كنت هتبرر لحد حاجة فهمها غلط ومسحت اللي كتبته وما ردتش اصلا؟ كم مرة اتاخد رأيك في حاجة وقلت حلوة عشان ما تدخلش في جدال؟ كم مرة هربت من الناس في الشارع؟ كم مرة اعتذرت عن خروجه؟ كم مرة شفت اللي بيتصل بيك وما ردتش؟ كم مرة قلت وحشني مجاملة؟ كم مرة قريت الرسالة من بره وقلت ما شفتهاش؟ في كل عدد المرات دي لو جمعتها على بعضها هتظهر شخصيتك المطفية المختفية وراء الردود التقليدية، واللي محدش يعرفها ولا حد يهتم بيها. الناس عاوزة تسمع منك الكلام ده وخلاص. كلنا كلنا مستخبين ورا شخصيات مش بتاعتنا، والشخصيات كلها بقت متشابهة لأن كل واحد مخبي اللي حاسس بيه ورا ظهره. ولو واحد بس قرر يتكلم هتشوف العجب، وهتشوف اللي عمرك ما كنت تتوقعه. أنا بخير الحمد لله، كله تمام. فينك؟ وحشني، خلينا نشوفك، انت صح. كل دي كلمات من قاموس البشر اخترعوها عشان يداروا بها كلام زي فيضان البحر. لكن محدش يملك الجرأة انه يظهر، انه يبوح، لان الطرف التاني مهما كان مش هيسمعك، ولو سمعك مش هيفهمك. ولو اعترفت لحد بغلطة ارتكبتها هيركب لك قناع القديس من وسط الأقنعة اللي شايلها عنده، ونسي ان كل عيوب هو كمان لانه بشر. لكن لانك اتعريت قدامه عمره ما هيتعرى هو كمان. لا ده هيمسك كرباج ويجلدك بيه، لان معظمنا مرضى نفسيين وما عندناش الوعي ولا التفكير ده، ولا اننا كلنا بنغلط. اوعوا تخلعوا القناع مع ناس مريضة نفسيا عشان هتكتئب اكتر. محتاجين نعالج انفسنا الاول معظمنا، لأننا كلنا محتاجين نطلع الكبت النفسي والحقيقة للناس عشان نرتاح نفسيا ونكون أسوياء جميعا. فضفضوا للناس اللي عقلهم كبير وفاهمين الحياة صح كما ربنا خلقها. سلام ومحبة وأمان ورحمة من الله عليكم جميعا، ودمتم أعزاء.